في مباراة نادي الزمالك وسموحة لحكم المباراة طارق مجدي، وحالات تحكيمية بالهبل عليها علامة استفهام. اللي التحكيم المصري بقى في مصر عليه علامة استفهام. زي ما انتوا شايفين اهي في الكرة دي، عمر جابر داخل على اللاعب سموحة بنية الإيذاء، داخل يموته. الكرة دي ما اتحسبتش طرد ولا اي حاجة شفناها من حكم المباراة. ادي الهدف الثاني لنادي الزمالك، اللعيب ميت جوه في الاوفسايد، وحكم المباراة شاهد ما شافش حاجة ولا حياة لمن تنادي تاني. مش عارف يعني، دي حتى ما فيهاش شك مثلا بدراع مش عارفه ايه، ده اللعيب ميت جوه. هو حكم المباراة لا حياة لمن تنادي، الراجل خلاص. يا جماعة انتوا تحكيم وحش، ادي التحكيم وحش اللي في مصر، هو بقى التحكيم بتاعنا كده. كلها بقت بتسأل دلوقتي هو الفار فين؟ الفار راح فين؟ يعني خلاص احنا خلاص اللي بقينا الوحيدين اللي في